ازيكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده احنا هنخلي الليفت زي ما انتم شايفين كده. الليفت دوت انا منضفاه اهوت وبايت من امبارح في ملح، يعني انا حطيته ورشيت عليه ملح بس. بصي تبيتيه ليله في الملح بس من غير ولا ميه ولا حاجه، وهو سرد ميته اهو كلها اهو. ماشي. طبعا عشان يطلع الليفت معاكي ناجح ويقعد معاكي فتره طويله وما يتهريش منك، لازم يبقى البطرمان محكم عليه، يعني لازم الليفت يكون مالي البطرمان كله، ما يكونش فيه حته من فوق فاضيه، عشان لو الحاجه كبيره، لو الجردل كبير او البطرمان كبير، اللهم صل على النبي، الحاجه اللي انت مخليلاها هتتهري. فهنا دلوقتي انا حاطه ميه وملح اهوت، حاطه ملح بس من امبارح زي ما انتم شايفين، دي ميه الليفت، انا مش حاطه ميه عليه ولا حاجه. ماشي. انا هنا اهوت معايا جردل حاطه فيه ربع ميه، وهنا جردل فيه ربع ميه، ومعايا ايه كيس ملح والشط مسكت، ومعايا كيس ملح اهوت. لازم الملح بتاعه يكون برضه مظبوط عشان ما يتهريش. هحط نص الملح هنا ونص الملح هنا وهقلب. ومعايا الشطه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، معايا الشطه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض اهي. هحط معلقه هنا في الجردل ده ومعلقه في الجردل التاني اهو. ماشي. وهقلب بقى الملح، ادوب الملح خالص اهو. وفي الجردل التاني ادوب الملح الحمرا لحد ما الملح يدوب خالص. هي برتقاني يا جماعة بس في صورة حمرا. هبتدي بقى احط ايه، احط الليفت بتاعي اهو، والجردل التاني، بس صغير عليه يجيب جردل واحد عشان هو ايه حبة صغيرين. هو جه فعلا في جردل واحد. بس بقى انت ما فضيتيش المية ليه؟ لا المية ما تفضاش بقى، هو كده سرد ميته، بس انا ما فضيش المية على ايه عليه. انا بدوب الملح اهو. بصي وتدوقي الملح بتاعه، لو دلع تحطي له شويه كمان. معايا بنجرايه اهيت هغسلها واجيب لكم تاني اهو. البنجرايه بتاعتي اهي، طفي ايدك لفوق شويه. البنجرايه بتاعتي اهيت هروح مقطعاها كده 4 اهو. بصي واروح حطاها. البنجرة دي هتتخلل اهو. بصي بقى هتخلي الميه بتاعتي حمرا خالص اهو. ماشي. واروح عامله ايه، هروح جايبه كيس كده ابيض اهو. هتغطيه بالغطا. ماشي. واروح مغطيه، لان انا بصراحه الغطا بتاعه ضيع من عندي. فعملت كده، تغطي بكيس وتحطي الطبق، وان شاء الله بعد اسبوع نفتح عليه ونشوف مع بعض الليفت ايه اخباره. ولو عجبك بقى الوصفه بتاعتي في الليفت دوسولي لايك واشتراك في القناه. باي.